السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. في الاول كده انا قلت اعمل حاجة سريعة عشان ناكل، لاني كنت لسه جاية من بره، وزي ما انتم شايفين كده كنت جايبة شوية حاجات هوريها لكم اهي. جايبة بيض بلدي، انتوا عارفين طبعا انا بحب الحاجات البلدي دي. جايبة مكرونة عشان تعمل مكرونة بشاميل، وجايبة جبنة قريش حلو قوي فلاحي، بخيرها كده زي ما بنقول. وقلت هعمل حاجة خفيفة كده وعقبال ما اعمل اكل اساسي. وجايبة ده دقيق وطماطم وفلفل. الطماطم حلوة في السوق، مش عارفة دي طلعت عاملة ليه كده. هي جميلة، هي والله جميلة قوي. فاللي عايز يخزن طماطم يبدأ، وسعرها نزل. دي مستوية شوية عشان هضربها واعملها صلصة على طول، وفيها كام واحدة ناشفة كده هنقيهم واخليهم للسلطة او للجبنة، بنحطهم على الجبنة. وده فلفل اخضر حامي. وتعالوا بقى كده نشوف هنعمل ايه. انا لسه جاية من بره، فقلت ايه يا دوبك هصور لكم الحاجة. قلت اعمل كده حلة صغننة كده من الشعرية. بنحبها كده فلفل وقوطة وتوم. كنت حمرت شوية شعرية وحطيت عليها الفلفل والقوطة والثوم والبصل. وده توم اهو. كان عندي برضو خضرة في الفريزر، بقدونس على شبت على كزبرة. حطيت عليها بقى وبسيبها تتشرب كده وايه ويتفلفل. بصراحة بيبقى طعمها حلو قوي. وقلت حاجة سريعة كده عقبال ما ايه ما اعمل الايه المكرونة بالبشاميل شوية بقى. وما كانش لينا نصيب في المكرونة بالبشاميل، لقيناهم بيتصلوا بينا عند الحاجة وقالوا لنا ايه تعالوا. رحنا بقى كده هوت، ولقينا بقى خير اللهم اجعله خير. بنعمل كشري. شايفين بقى البصل بقى، فطبعا ايه قفلنا على كل المواضيع ورحنا ايه ندوق الكشري الحلو ده. هم عارفين ان احنا بنحب الكشري، فروحنا على طول جري بصراحة ما كدبناش خبر. ادي الكشري اهو. نحمر البصل. احنا بنحب البصل كتير كده، اللي هو التقلية. فبنحمر كمية كبيرة، بنقطعه كده جوانح، وبنحط عليه شوية ملح ونبدأ إن احنا نحمره. وهنا الشعرية اتحمرت، كنا حاطينها في المصفى علشان تتصفى منها كلها الزيت اهي. تحتها كده حاطين طبق. سامحونا يا جماعة، الواحد عايز ينام مش قادر. ودي مكرونة اهي، مكرونة طويلة على قصيرة عشان الولاد بيحبوها كده زي بتاعة الشارع. وده حمص الشام. كان كل بقى الحاجات دي بقى ايه اتعملت. وده العدس اهو منقوع من امبارح. فنبدأ ان احنا ايه نوضب بقى الحاجة. طبعا قبل ما بنعمل الكشري بنعمل الحاجات اللي بتاعته ديت علشان نركنها على جنب، ولما الكشري يتعمل ويبقى سخن يبقى كله جاهز. وادي كده العدس بنغسله مرة واتنين وتلاتة علشان ايه يبقى طعمه يعني يبقى نضيف وحلو. وطبعا انتوا عارفين الحاجات البقوليات ديت، العدس الفول الفاصوليا اللوبيا، الحاجات دي لازم تتنقع قبل ما نعملها. طبعا انتوا ايه ما شاء الله عليكم عارفين احسن مني. كده شلنا البصل وخلينا بس يعني بنشيل 3/4 البصل ونخلي ربع كده علشان يروح في الرز ويستوي مع الرز يديله طعم. حطينا كمون وشوية زيت بقى وكده، ملح. مش عارفة ايه يا جماعة النوم ده والله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بعد كده هننزل بقى هنا العدس ياخد له غلوتين كده. في الأثناء دي بقى بنعمل ايه الصلصة. التومة اهي بنحمرها، وهنحط عليها شوية الخل وشوية بقى الصلصة، وهتبقى ايه أكل بقى بصراحة طلع ولا بتاع الشارع. فبصراحة بيبقى حلو قوي. احنا بنعمل بقى كمية علشان ايه الولاد اللي عايز ياكل بنحط بقى الحلة طول اليوم، اللي عايز يغرف يغرف واللي عايز ياكل ياكل. ده كده عملنا الصلصة. ودي الشطة نحط عليها شوية خل كده علشان
تبقى ريحتها وطعمها حلو. عارفين الخل ده بيدي نكهة وبيدي كده طعم حلو قوي. اول ما التوم كده يبتدي ان هو يصفر تروحي حاطه عليه الخل على طول، هتشمي بقى ريحة ما اقولكيش. وادي الصلصة، حط لها شوية ملح وشطة، فلفل اسود. وهنا العدس كان استوى كده، ما نسويهوش قوي يعني، نخليه سنة كده. هنحط عليه الرز والشعرية ونقلب بقى ما شاء الله اهو. وسيبناه بقى يتشرب لغاية ما ايه ما بيتعمل. بس الحلة كانت سخنة ومش عارفة امسكها اهي. ما شاء الله الرز اهو والكشري وكل حاجته بقى كانت جاهزة، وهنحطه ايه وهناكل. او بصوا جميل قوي قوي قوي، والله احلى من بتاع الشارع بكتير. بعد كده فكرنا بقى ايه عايزين نحلي نعمل ايه، وقلنا نعمل شوية بليلة. طبعا انتوا عارفين البليلة حلوة ازاي، والولاد بيحبوها قوي عشان بتحط عليها لبن وسكر فبيبقى طعمها حلو. كنا ناقعين ده بقى من امبارح اهو. ده القمح حطيناه وحطينا عليه شوية ايه سكر وشوية مية، ونبتدي نحطه بقى لغاية ما يستوي اهو. غلي اهو لغاية ما استوى ونفش وبقى حلو. اول ما يوصل للحالة دي والسوى اللي انت عايزاه هنبتدي بقى نحط عليه اللبن. حطي بقى اللبن اللي انت عايزاه، الكمية اللي انت عايزاها تقيلة خفيفة براحتك يعني زي ما انت عايزة. تمام. تاخد برضو غلوتين كده ونبدأ بقى نحطها للولاد. ده كده شوية فانيليا عشان ريحتها تبقى حلوة. طبعا انتوا عارفين اي حاجة بنعملها بنحط اي حلويات كده بنحط عليها فانيليا بتدي طعم حلو وريحة حلوة للحاجة. خلصت اهي معانا وبقت جاهزة، كل واحد بقى هيغرف اللي هو عايزه ويحط ايه السكر اللي هو عايزه. تمام. كده احنا خلصنا الفيديو معانا. يا رب تكونوا اتبسطتوا من الفيديو واستفدتوا. وان شاء الله كده هو ده كده بنزود السكر، اللي عايز يزود سكر ان شاء الله كده. خليكم معايا وما تنسوش تحطوا اللايك والاشتراك في القناة، ويا ريت تكتبوا لي كومنت حلو، ويا ريت تتفرجوا على الفيديو من اوله لاخره. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.